تستمر ردود الأفعال الغاضبة والمستنكرة للعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان، حيث قالت عضوة أكاديمية علم المجتمع شيرين رشيد إن فكر وفلسفة القائد انتشر في كافة المجتمعات وليس المجتمع الكردي فقط، لذلك دولة الاحتلال التركية تشدد العزلة يوميا على القائد عبد الله أوجلان. وأضافت أن جميع الدول المرتبطة بحلف الناتو لهم يد في تجديد العزلة وليس تركيا فقط. وتابعت شيرين أنه لا يوجد قانون في العالم يسمح بإبقاء شخص سجين فاق عمره 70 عاما. وأكدت شيرين رشيد أنهم سيناضلون ويكافحون حتى تحرير القائد جسديا. يتم فرض عزلة مشددة على القائد عبد الله أوجلان. نستطيع أن نستنتج أن سبب تشديد العزلة على القائد آبو هو لانتشار فكره وفلسفته أكثر في العالم، وليس فقط وسط الشعب الكردي والعربي. وعلى هذا الأساس، كلما زاد فكر وفلسفة القائد بين المجتمعات، كلما زاد الاحتلال التركي من عزلته على القائد. فمنذ 29 شهرا والعزلة مشددة على القائد، ولا يسمحون لأحد باللقاء به أو معرفة وضعه، لا من محاميه ولا من عائلته ولا من أي شخص أو جهة تعمل من أجل قضية القائد ومعرفة وضعه.